السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم هبة من مطبخ هبة بيبو. النهاردة هنعمل طاجن لسان عصفور باللحمة، ومعانا مكونات الطاجن. معانا لحمة متقطعة مكعبات زي ما انتوا شايفينها كده، ومعانا عصير طماطم، ومعانا بصل مفروم، ومعانا توم مفروم، ومعانا فلفل، ومعانا شرايح طماطم، ومعانا لسان عصفور، معانا ملح والشطة والكمون والفلفل الأسمر والكزبرة الناشفة، ومعانا الزبدة والزيت. كده هنتنقل على البوتاجاز بقى، وهنحط الزبدة والزيت، وهنشوح اللحمة يعني لحد ما تاخد تتشوح على الوشين. الزبدة كده بتسيح، وهنحط اللحمة لحد ما لونها يغير، وهنفضل نقلب فيها زي ما انتوا شايفين كده، وهننزل بلسان عصفور وهنقلب كده زي ما انتوا شايفين كده معاكم. نخليها تاخد صدمة من الناحيتين، عشان لما نحط عليها البصل تكون هي متشوحة، المسام بتاعتها مقفولة. وهنا اللسان عصفور بيتحمر زي ما انتوا شايفين كده. والأول مرة يشوفني أنا هبة، وده مطبخي المتواضع. ممكن بقى تشتركوا في القناة وتدعموني بلايك وكومنت جميل زيكم كده، ودعوة حلوة منكم. وأي حد محتاج أي وصفة يكتب لي في الكومنتات، وإن شاء الله أعملها لكم. الوصفة دي كانت مطلوبة مني في الكومنتات. طاجن لسان عصفور باللحمة كده بقول لكم اتحمر اهوت، واللحمة كده اتشوحت. هقلبها تاني، انا مش حاطه لها اي حاجة غير الزبدة والزيت او سمنة، اي نوع دهون انتوا بتحبوه. وهنزل عليها بالبصل المفروم بقى كله كده، وياخد التشويحة بقى معاها، وهغطي عليها زي ما انتوا شايفين كده. وهغطي على الحلة، ولسان عصفور هيتحمر. وبعد كده هحطه في طبق خارجي، بحيث ان السخونية بتاعة الهوب ما تفضلش فيه ويتحرق ويمرر في الأكل. أنا بحب أحمر لسان عصفور في المرحلة دي، علشان يعني بيدي طعم أحلى. كده أنا هغطي على اللحمة، كده هرجع لها تاني. بصوا بقى البصل اتكرمل ازاي، واللحمة عملت ازاي، والروايح بقى خطيرة خطيرة. هنزل كده بالثوم المفروم، فصين 3 يعني براحتكم. أنا ما حطيتش أي توابل، التوابل كلها هتتحط في الآخر مع الصلصة. لو في بقى معجون طماطم حابين تحطوا معلقة ولا حاجة في الوقت ده، حطوا قبل ما تحطوا عصير الطماطم. كده أنا هنزل بعصير الطماطم. أنا مش هحط معجون طماطم دلوقتي عشان ما عنديش. محدش يكلف على نفسه، أي حاجة موجودة في البيت ومتاحة نعمل بيها بأقل إمكانيات، نقدر نطلع كل حاجة جميلة. كده أنا حطيت كده العصير الطماطم عليها، وهنزل برضه بالتوابل كلها على عصير الطماطم، وهسيبها تتسبك شوية يعني تاخد لها غلوة. وبعد كده بقى هنزل فيها المرحلة دي لسان عصفور، كل التوابل كده، واحط لها شوية مية بس، وهغطي عليها واسيبها بس تتسبك. هنا بقى المرحلة دي انا هحط لسان عصفور، ياخد بس يا دوبك بس غلوة واحدة بس بتقليبة كده، وبعد كده هنقله في الطاجن.
لسان عصفور يعني هو كده بُصّوا تقليبتين هتلاقوه استوى. بُصّوا كده هو كده باقول لكم هو استوى خلاص يعني هو مش بياخد وقت. لو أنتم عايزين تقدّموه على كده تمام ما فيش مشكلة، أنا كده مسخّنة الفرن وكده هاحط لسان عصفور في طاجن. بُصّوا هو كده يعني جاهز على الأكل. لو أنتم مش حابين تدخّلوه الفرن بقى في طاجن وتدّوا له وِش، ممكن تقدّموه كده. أنا بقى هادخّله الفرن ياخد وِش كده، يعني ندلّع نفسنا بقى والطاجن ده حلو جدًا في العزومات، ينفع جميل جدًا في العزومات، فجرّبوه بجد وبنفس الوصفة كده وبالضبط، وإن شاء الله يطلع كويس وأنا بابشر عليها بشرة جوز الطيب كده خفيفة باحبها على الطاجن، حاجة خفيفة لو مش موجودة مش هتأثّر في حاجة، هي بتعلّي الطعم بس. هنعمل بقى شكل جميل كده على الطاجن بتاعنا وندخّله كده الفرن، هياخد الوش وهو مستوي، هياخد بس الوش كده وهاحط له معلقة زبدة كده على الوش وهادخّله الفرن. ممكن بقى تقدّموه مع عيش بلدي، مع مخلِّل، أنا عملت خيار مخلِّل أهو كده تمام، عملت خيار مخلِّل دخل الفرن كده طاجن، وعملت خيار مخلِّل سريع، اللي هو باقطّع شرايح الخيار ومعاها الفلفل الحامي أو الرومي، واحط معاها معلقتين خل وملح ومَيّة دافية، وبس أقفل عليه بغطا محكوم علشان المَيّة الدافية تخلّيه يدبل زي ما أنتم شايفين كده شكله، ده معمول قبليها بساعتين، وطعمه كان خطير. ولو أنتم لسه معايا بتتفرّجوا عليَّ لحد دلوقتي ما تحرمونيش من الاشتراك والكومنت الجميل واللايك الجميل، زي ما أنتم شايفين كده حطيت له زيتونة عشان يبقى شكل الوردة، وربنا يا رب يحسن ما بين إيدينا جميعًا يا رب، واللحمة دايبة جدًا، جدًا، واللسان عصفور بقى خطير، والريحة بقى مش قادرة أقول لكم. وصفة سهلة وبسيطة على فكرة وجميلة جدًا في العزومات، وجميلة جدًا يعني لو الواحد مش عايز يعمل أكل وتسبيكات وحاجات من دي. بُصّوا اللحمة دايبة إزاي.